أنا النهارده يا جماعة في سان ريمو في مدينة ألماطي في كازاخستان. سان ريمو دوت واحد من أفضل الأماكن السياحية بالنسبة للأكوا بارك. يعني لو أنتوا عائلة أو حتى شباب أو أيا كان بتيجوا وتقدروا تستمتعوا في الأكوا بارك، لأن ده أفضل أكوا بارك موجود في كازاخستان، وهو اسمه سان ريمو. هتلاقوه في مدينة ألماطي في الأبارتمون. خليني أوريكم الدنيا عاملة إزاي من جوه. بصوا يا جماعة، أول ما بتخش طبعا هنا كده السيدات وده مدخل الرجال. أول ما بتخرجوا من هنا كده بتيجي على الجزء دوت كده، طبعا في ألعاب كتيرة مائية. دوت الجزء دوت مخصص للأطفال بس. زي ما انتم شايفين دي كلها منطقة ألعاب مائية مخصصة للأطفال فقط. وطبعا كل منطقة هتلاقي فيها الكراسي بتاعتها وأماكن الاستراحة بتاعتها. فديت من هنا في طبعا اكتر من كذا مكان مطعم، ومن كذا اكتر من كذا مكان للاطفال. لما تيجوا تبصوا من هنا كده، طبعا المساحه، بصوا يا جماعه مساحه كبيره جدا. بصوا المساحه عامله ازاي دوت كده. ده من هنا كده دوت للاطفال فقط، مع المدخل او المدخل بتاع السيدات او الرجال. هنا دوت مكان ده للاطفال. وفي هنا الجزء دوت ده كله بقى مطعم، لو انتوا عاوزين تاكلوا تشربوا ده اي حاجه دوت هنا مطعم كبير. في اكتر من كذا مطعم، وطبعا ده في داخلي وخارجي. يعني دوت كده يا جماعه ده اندور، ده داخلي. بصوا كده ده كله داخلي. خليني اوريكم بقى داخل الداخلي دوت ايه. في هنا كمان بصوا كده الجزء اللي هنا دوت ده من قدام قطع التذاكر. بس قطع التذاكر طبعا من بره بتخشوا له. ده الجزء اللي هنا ده كله برضه للاطفال. بصوا دي اللي بيبقى معاه عنده اولاد اطفال او كده، بيبقى الجزء اللي هنا. وبرضه في حاجات ايس كريم من هنا. وفي الجزء اللي هنا دوت كده اهو، ده بتاع اطفال يا جماعه. فمن هنا دوت كده بتاع اطفال. بصوا ده كلها مسبح بسيط. المسبح هنا بصوا صغير، بصوا عاملين ازاي، يعني ما يجيش نص متر، بيبقى عاملينه للاطفال. فدوت الجزء اللي هو بتاع الاطفال. خليني بقى اوريكم في هنا كمان العاب مائيه. بصوا كده، انا بحاول اوريكم الدنيا هنا عامله ازاي، لانها طبعا العاب مائيه كتيره، اكوا بارك كتير جدا. بصوا هنا كده ما شاء الله، تطلعوا كده من فوق. خليني اوريكم الدنيا هنا عامله ازاي. بصوا كده، طبعا النهارده انا مش مصور في يوم اجازه، بس بصوا يعني كل الاطفال بتطلع من فوق من هنا كده وتنزل ده كله لحد ما تنزل على الميه. هنا عمق الميه مش كبير، عمق الميه هنا مش كبير، ما يجيش متر. وفي كمان هنا في واحد سيفتي، لو في اي حد طفل او كده يعني صغير بيقدر يحميه. هنا في دوت الناس اللي هو بتاع المسبح والحاجات دي. ده زي ما انتم شايفين، ده تطلعوا من فوق، ده تنزل ده كله زي ما انتم شايفين. وهنا طبعا ده مطعم زي ما قلت كده الاكل. فده الجزء الاولاني. ولسه بقى في كمان الشلالات. يعني بصوا هنا دوت كده، ده مخصصين للاطفال، الاطفال اللي هو السن الصغير لحد 6 سنين 7 سنين. الجزء اللي هناك بقى دوت جزء الشلالات. خلينا اوريكم الدنيا هناك كده عامله ازاي. بصوا يا جماعه، طبعا دوت زي ما قلت لكم بتطلعوا من على السلالم اللي هناك ديت، بتطلع لحد فوق وتنزل من عن طريق الزحليقه دي لحد الميه، بتنزل من هنا من تحت. من هنا ده بقى دوت هنا بيعملوا امواج يا جماعه. يعني كمان شويه بيشغلوها بتعمل امواج زي البحر، عاملينها زي الشط ديت. لما بيشغلوها بتعمل امواج. ان شاء الله لو اشتغلت هوريها لكم، بتعمل امواج ولا كانكم في البحر بالظبط. الجزء اللي هنا قدام دوت ده كله طبعا جلسات. بصوا كده، ده الجزء دوت كله بيبقى جلسات من هنا. ودوت زي ما قلت لكم اللي هو من فوق دوت بتاع الجزء بتاع الاطفال. لو انتوا في حاجه هنا كمان، لو انتوا مثلا عاوزين تشتروا لبس ميه او الحاجات بتاعت الميه او الطوق بتاع الميه، ده كله موجود هنا. يعني ممكن تقدروا تشتروها في المكان من هنا. وفي كمان هنا سبا، يعني في كمان خلينا اوريكم هنا في سبا هنا، خلينا اوريها لكم.
بصوا يا جماعه دوت لبس تقدروا تلبسوه او تشتروه من هنا. ده لبس حمايه برضه من الميه. وزي ما انتم شايفين دي كلها الجزء بتاع الجزء اللي هنا. خليني اوريها لكم. الجزء اللي هنا ده يا جماعه بيبقى سبا. سوري دوت يا جماعه. الجزء اللي هنا ده بيبقى سبا. في من هنا كده بيبقى ساونا من جوه، وفي طبعا على حمامين سباحه زي ما انتم شايفين. وفي الجزء اللي هنا دوت فيه ساونا، يعني في 2 ساونا من هنا، وفي من الناحيه الثانيه دوت 2 ساونا. وطبعا دوت هنا بيبقى فيه بار من هنا، وبرضه ممكن تاكلوا من جوه. ده بتزيدوا الجزء بتاع الاكل والشرب. الجزء اللي من هنا فيه كمان بار هنا. الجزء دوت فيه بار من هنا كده برضه دوت مع حمام السباحه هنا. حمام السباحه دوت بقى للناس الكبيره. وفي حاجه حمام السباحه دوت كده هنا ده عميق شويه. ده بالنسبه للناس اللي هو الناس الكبيره او الشباب. دوت اللي عاوز يعوم في مسبح كبير بيبقى الجزء اللي هنا. بالنسبه للجزء اللي فيه الشلالات اللي هو الامواج بتاعه البحر دوت، ده برضه للعوائل، للناس الكبيره والعوائل. زي ما انتم شايفين عميق هنا شويه. من هنا برضه في كمان مطعم. في مطعم من هنا كده. وخلينا اخدكم الدنيا من بره عم نزول. بس بصوا الدنيا يعني ما شاء الله. ده كله الجزء الداخلي. خليني اوريكم الدنيا من بره عامله ازاي. ده من هنا كده اهو. بصوا كده النهر ده يا جماعه بصراحه عجبني جدا. بتنزل فيه هو بيدفعك، يعني بصوا هو اللي الموج نفسه بيدفعك. ومن هنا بيبقى حمام السباحه الكبير. بصوا حمام السباحه الكبير يعني تقعد تستمتع، حاجه جميله قوي زي ما انتم شايفين. بصوا بقى كده بتفضلوا هنا الموج بيدفعكم وتفضل ماشيين مع النهر كله. فحاجه جميله جدا. بصوا اللي خليني اوريكم النهر ده ماشي ازاي بصراحه. بصوا يا جماعه النهر عامل ازاي، ماشي في الطريقين. بصوا حتى ماشي يعني عاملين حتى خضره بشكل جميل قوي. بسم الله ما شاء الله. في وسط الميه النهر يوديكم يمين شمال. بتاخدوا النهر ده كده بيلففكم داير ما يدور في الجزء ده. بصوا كده ده الجزء النهر كله زي ما انتم شايفين. بياخدكم المجرى طبعا. النهر تلاقيه داير ما يدور حوالين المكان. ومن هنا كده زي ما انتم شايفين المسبح. فبصوا كده المسبح حاجه حلوه يعني بصراحه. مسبح للاولاد حاجه كبيره جدا. ومن هنا كده ده عاملين مطعم كبير وفي كل حاجه، سواء مطعم مأكولات مشروبات تقدروا تقعدوا في ده كله ومظلل. بس النهر عجبني بصراحه، شكله حلو قوي قوي. وطبعا زي ما انتم شايفين وانتم هنا تقدروا تشوفوا الجبل، يعني واخد فيو كمان الفيو الجبل ده. طبعا في الصيف ممتاز زي ما انتم شايفين. انا بصور دلوقتي في الصيف الجو ممتاز، فتقدروا تصوروا هنا الجو جميل جدا. الخارجي الداخلي بقى بيبقى حلو جدا في الشتاء. الداخلي بيبقى ممتاز في الشتاء. طبعا اللي عاجبني ان في كل حته مفيش زحمه. يعني النهارده طبعا انا جاي في يوم مش سبت ولا حد، فبيبقى مش زحمه. وطبعا زي ما انتم شايفين هنا ده بيبقوا شغالين ويترز. وده بيبقى مطعم من هنا ده كله. والجزء اللي هنا ده كله بيبقى بصوا ده كمان مسبح هنا. المسبح دوت للاطفال. المسبح ده بيبقى صغير للاطفال. طبعا المسبح ده بتبقى مع العوائل كلها، وفي نفس الوقت الاطفال زي ما انتم شايفين. بصوا في العاب هنا الجزء دوت. خليني اوريه لكم. الجزء اللي هناك دوت ده برضه للالعاب للاطفال. زي ما انتم شايفين بيقعدوا هنا بيستمتعوا برضه تحت، يعني حتى غير المسبح بتلاقيهم بيطلعوا فوق يلعبوا العاب مائيه تحت الميه. وده زي ما انتم شايفين هنا بتبقى الجزء بتاع حمام السباحه. طبعا حمام السباحه الثاني اللي هناك دوت ده للناس الكبيره.